مختصر اللي حصل في رفح ان شوية عيال، وهم عيال من عرب 48 معاهم طبعا الجنسية الإسرائيلية، جايين سياحة بس جايين يبلطجوا. حصل مشاجرة بينهم وبين عامل مصري في فندق بسبب ان هم طلبوا حاجات ومشاريب وبتاع وعايزين يبلطجوا ما يدفعوش حاجة. ما هم بلطجية، مش كفاية بس خونة وشايلين جنسية اخواننا البعدة، هم زيهم فاكرين نفسهم يبلطجوا على حس ايه جنسيتهم. لكن اتعامل معاهم الواجب، العامل اتصاب وهم ضربوا كلوا علقة محترمة. لكن مش عارف لحد الآن هم خرجوا وراحوا رجعوا الكيان ولا لسه موجودين في مصر، لأن اتقبض عليهم عشان التحيات، بس مش عارفين بقى رحلوهم ولا لسه هنا. وأنا لو منك من المسؤول في مصر والحكومة، الناس دي ما تترحلش، الناس دي تتحاكم ويتداس على وشها بالجزمة من الاخر يعني. لان معروف عنهم كمان بتوع عرب 48 ان هم دي يعني هم دايما بيعملوا مشاكل، يعني النوع ده من المشاكل مش جديد بالنسبة لهم، بيعملوه على طول يعني. لكن بسرعة الاعلام الاسرائيلي قال لك ده في حادثة طعن الاسرائيلي لسياح اسرائيليين، وليه لو قعد يكبر في الموضوع كأن مصر سايبة ما فيهاش امان. بس اللي حصل غير كده بلطجة وترد عليها وكلوا على قفاهم يعني.